جماعة، أخباركم إيه؟ إحنا النهاردة هنتكلم تقريبا على أول مشكلة طارئة في العظم، تلوث الكوع. أنا الدكتور أحمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، تلوث المفاصل عموما طارئ، مشكلة كبيرة. أهم حاجة بالنسبة لك لما تحس إن في مشكلة في مفصل وسخونية وجسمك كله مزفزف، دي ما بتستناش عليها تاني يوم، في نفس اليوم بتتحرك، بتروح للطبيب المعالج أو أقرب مستشفى. الكوع ثالث أشهر مفصل. أنا بصراحة ابتديت بالكوع لأني أنا ما كنتش مصدق إن إحنا في 2023 ممكن نشوف حالة زي اللي أنا هقولها بعد شوية. طيب، أول حاجة إيه العوامل المساعدة اللي ممكن تخلي الكوع يتملي صديد؟ إن يبقى الواحد عنده روماتويد، سكر، تعاطي الممنوعات بالذات بالحق، الكورتيزون، الأمراض اللي بتؤدي إلى ضعف المناعة زي الإيدز والأورام والسن الكبير. سواء يا جماعة لازم يبقى مع الكلام دوت إهمال جسيم يحصل الكلام دوت، اللي هو شخصية بني آدم بيتعاطى أي حاجة من الحاجات الممنوعة. طيب، بيحصل إزاي الكلام دوت؟ يا إما جرثومة بتتنقل عن طريق الدم تروح لأي مفصل هي عايزاه، أو دخول مباشر. يعني إيه دخول مباشر؟ يعني الكوع اتخبط في المنطقة دي، الركبة اتخبطت، فأدى إلى دخول مشكلة. يعني مثلا أشهر مفصل في العيال يحصل له مشكلة صديد، يعني الأطفال بسبب الكانيولا اللي بتتركب، بيبقى ده أشهر عيل لسه مولود ودخل الحضانة، ده السيناريو الطبيعي، يتركب له كانيولا، حصل الكلام ده. يعني الكانيولا اللي كانت ملوثة؟ طبعا لا، طبعا لا، بس دي من ضمن العوامل المساعدة. طيب، النقطة الثانية انتقل من منطقة قريبة زي مثلا الجلد، انتقل من منطقة قريبة زي الجلد، الجلد كان فيه خراج أو حاجة وراح دخل على المفصل. دول أشهر 3 طرق. طيب، الطبيعة بتاعت التلوث إيه؟ يعني تقريبا دي أهم سلايد بالنسبة لي. يعني يا جماعة، حضرتك سخنت لا قدر الله فمفصل ورم، ما بينفعش نستنى، ما بينفعش تاخد حضرتك مضاد حيوي، ما ينفعش تاخد مسكن عند اللزوم، ما فيش الكلام ده. لأن بمنتهى البساطة هو لو صديد، يعني لو صديد المفصل ده هيتاكل في خلال 8 ساعات. 8 ساعات بالظبط كفيلة إن الصديد يتاكل. ليه؟ لما يبقى الصديد مثلا أنت عامل عملية وعلى الشريحة، الوضع مختلف تماما. اختلاف الأوضاع من حاجة لحاجة ما تبذلش أنت فيها مجهود، بس لما يبقى عندك أعراض، يعني تلاقي واحد يجي يقول لك إيه، يبعت على الصفحة يقول لك إيه، أنا عندي صديد، هو مش محدد طبعا المكان، مش عارف يحدد هو المكان، عندي صديد مثلا في دراعي بس كده، أعمل إيه؟ أنا بصراحة مش مصدق إن في عقلية تبقى بالشكل ده. المنطقة ديت بتتاكل. احنا يا جماعة لما بنشتغل على الحالات اللي زي دي اللي هي بتبقى متأخرة بالذات، بيبقى للأسف بنمضيهم على بتر. هو ما بيبقاش عارف هو بيعمل في نفسه ايه. 8 ساعات. آخر حالة جاية لي الكوع بتاعها بقاله 3-4 شهور، ده اللي طالع من بقه، وهو ما خفي كان أعظم. فطبعا ده بيبقى الدنيا مش كويسة يعني. طيب، التشخيص لازم يبقى سريع جدا جدا، لأن المفصل هيتاكل في خلال 8 ساعات. إيه الأعراض؟ أهم حاجة بالنسبة لكم درجة الحرارة. كون إن يبقى وصل إن المفصل تخن لدرجة إنه عمل خراج، أنت واضح إنك ردمت على نفسك ردم كبير قوي، بحيث إن أنت وصلت لمرحلة إن الصديد استوى وبقى مطلع، أنت فاكر إن هو دمر على عضلة ولا ده مفصل. مشكلة كبيرة، ألم وما بتبقاش عارف مكانه فين، وبيزيد بالليل، بيصحيك من النوم.
اي حركه للمفصل مهما كانت بسيطه يمكن حركه بتعمل وجع اكتر من وجع الكسر. ودرجه الحراره في المنطقه بتبقى عاليه. انت لما تستنى ان درجه حرارتك انت اللي تبقى عاليه دي مشكله كبيره، لان معنى كده ان الصديد ماشي في الدم. انت ممكن تخش من مرحله الكوع لمشكله اكبر بتاثر على الحياه. بصوا يا جماعه، ده المفروض ان هو كوع، ده المفروض ان هو كوع اكبر من فخذ، يعني ده اكبر من فخذ. كل ده يعني لولا بس ان ما ينفعش نحط الصور ديت. ال 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 احنا كنا في العمليات مصورينه، ملينا زي كده بالبلدي كده، هو تقدر تقول 3 شفشه شفشه، يعني مثلا تقول على الاقل 3 لتر 3 لتر صديد خام. ده كان مستني، ده المفروض ان هو جاي لنا ب4 شهور، يعني هو جاي لنا كده بقاله على من بقه هو 4 شهور. معرفش ايه اللي ممكن يخلي واحد يستنى على وضعيه زي دي. هو ما حدش يجي يقول الحال، لان هو جاي اصلا في التامين، يعني هو جاي في التامين. التامين ده موجود في كل حته كل الايام. هو لو كان عايز يكشف كان كشف من 4 شهور، اللي جابه لينا بعد 4 شهور كان ممكن يجيبه بعد من اول يوم. فما حدش يتحجج بالاسباب والكلام تعليق الشماعات بتاعت الفحوصات. احنا بنعمل حاجه اسمها معامل الالتهابات عشان نبقى عارفين بعد كده الدنيا ماشيه ازاي. الاشعه العاديه، بصوا يا جماعه، مفيش كوع اصلا، الكوع اختفى، يعني الكوره راس عظمه القعبره مش موجوده، الكوع كله اتخلع خلاص، ما بقاش فيه كوع، بقت عظمه فوق وعظمه تحت بس كده. دي نتيجه الاهمال. العلاج ايه؟ التحفظي بيبقى نادر، مفيش الصديد ده ملهوش علاج تحفظي، مفيش حاجه اسمها مضاد حيوي، في درجات معينه مفيش فيها علاج تحفظي. الجراحه بتبقى مهمه، وبعدها بنحط ايه؟ مضاد حيوي زي السبحه، زي مفهوم السبحه، اشهر الحاجات اللي موجوده دلوقتي في السوق. يعني مضاد حيوي قوي جدا موجود، بيتحط على ترقيع عظمي بحيث ان هو بيدوب بعد 3 4 شهور. وبعد 3 4 شهور بنشوف بقى هنعمل ايه. طبعا الكوع دوت هيتسنكر، يعني لو هو عدى اصلا من الالتهاب وما حصلش مشكله اكبر يبقى ده غالبا هيتسنكر. ودي الحاله بعد العمليه، هو نفس الكوع. لو اخدتوا بالكم هو محطوط دلوقتي الكور دي زي كده تقدر تقول عليها ترقيع، وجواه مضاد حيوي بيقعد يفرز مضاد حيوي زائد المضاد الحيوي اللي بيتاخد من بره، وغالبا في الاخر هنسمكر له المفصل ده، يعني كوعه مش هيتحرك. ده بس الدنيا تبقى ماشيه كويس، تبقى ماشيه كويس ونوصل للمرحله الهائله ان احنا نسمكر. ايه الهدف الرئيسي؟ اي تلوث. احنا زي ما طول عمرنا بنتكلم على البارد في موضوع العظم، الا ان في كم موضوع كده هو الطوارئ مفيش فيه هزار. يعني مش قادر تتحرك ودرجه الحراره وكوعك عمال يتنفخ او ركبتك او مستني ايه؟ يعني ايه اللي مستنيه؟ حضرتك محتاج تتوجه على اقرب طبيب ليه، لاحسن يكون التلوث. خلي بالكم يا جماعه، هو كده صح المفصل اتدمر، بس هو اتنجى من حاجه اعلى، ان حياته نفسها تتدمر. وهو لو دخل في سيبتك شوك بقى في مشكله. يعني زي ما الواحد مثلا بيحصل له يعني بيغمى عليه نتيجه مثلا ضغط عالي او واطي او حساسيه او كلام زي كده، في كمان بيغمى عليه نتيجه تلوث اللي هو السيبتك شوك. ف ف فانت كمان ممكن يبقى حاجه زي كده. ربنا يحفظنا جميعا، وصحه حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.